أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما يكره من الخيل. هذا مد كان باب ما الذي كي باب كي سويه يكره لك هذا من الخيل فردها حقودا ودنا مذبك فردها انت اللي تجربيه نجابه لغا وايي باب كودي ويه علامه اليهم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال وحير سفيان حدثني سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي كره وحوك هذي الشكال كي مذبك شكالك لها أيو ماركتي كهذي ومن الخيل فردها حقودا أفرت قوب فرسكو ليه يا هل قوب كمده علامة ليه ماركتي مذبكاه محجلكاه سدح ذكرنا إنسان لهن سيد لو شكالي جري فرده أو كلام مذبه ليه مركواكي مذبك شكالك لهاوي ومن الخيل فردها كمدها. قال أبو عيسى إمام الترمذي وحير هذا كان حديث كاسو حسن حديث كاسو صحيحة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وقد رواه حديث كوحوري بن شعبة عن عبد الله بن يزيد ونكوري الخثعمي عن أبي هريرة عن أبي زرعة روايته أبي زرعة وحكسوري سلمى بن عبد الرحمن كان وحكورنيا يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وحلي عبد الله بن يزيد وحورنا نحو حديث سلم بن عبد الرحمن. وعير إمام الترمذي وأبو زرعة شيخ اللبضة راوي بأي كوريا حديثك أبو زرعة ابن عمرو بن جرير اسمه مقعيس هرموي هرم يا مقعيس اللي هذا أبو زرعة وكن يديسه وهرم ابن عمرو ابن جرير. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا وعنه حديث أخري بوير إمام الترمذي محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال وحير عمارة قال لي وحوير إبراهيم النخعي: إذا حدثتني هداد وإيشك نسو حديث إيشيكيسيد فحدثني إيشكي عن أبي زرعة حديث أبو زرعة أوريي إيشك نكاسان آدو كالصان عيوي فإنه أبو زرعة حدثني وهو يقول شيكي مرة بحديث ثم مركز كجدالا سألته أبو زرعة ويدي بعد ذلك مركز يقول شيكي يكذب بسنين سنوين كبعدي فما خرم كمر من أبو زرعة منه حديثك حقي حرفا حرف سنوين كذب أيان ماركتي يان ويديي بوليهي markan aan aad ugu kalsoonahay way yiri ninkaas xadiis oo soo wariyay maaragtay igu sheekayo isoo gudbi يعني أنه كان في غاية من الحفظ والإتقان وإمام حفظيسا يسوغديسا لوغو كلسونيا مقصودك وسداس فما خرم نسقوين كقار سداس ديغان قارنه أفعلي ديغان فما أخرم شارحه سيوح شرح يا خرمضة مركز عليا من باب ضرب وي خرم يضرب وسكوزن. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرهان والسبق. هذا مد كان باب ما الذي كيوي جاء كي مد في الرهان عوضك مركي لا ترتمه لو ليسنيو إيا والسبق عوضك واسكو معنى مر هذه السبق ليرادو oo siinkiya baada la isla kordhigo
وعوضكي لفتي سيبو نغنية سبق هدي اللي راهو الرياضة بعضنا وهرمرد وي سو هرمرد دي مركو يكر لقاه ترجمة مركا لبدودو عطف المراد في نغنية يسكن معنوي الرهان تأيوه سبقو لبدي قفة ترتميسي قفانا هينو محللة والثالثة وحو لقيا رهانته shaygaasoo dhigaya ciwadka markaasuu leeyahay labada faras oo la tartansiiyo kii soo hormara leh ama labada tartamaysa mid kamidii oo dhigaya ciwadka laakiin labadoodu wada dhigi maayaan قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى وحو أردسيه وترتنسيه المضمرة كان بقل علي ومن الخيل فردها حقوده فردها ضوامرته ومضمر كلا يراهدو وهذا فردها وقود يريه وساس لو تبري لو ندغالي فردها سماركتي أيو ترتنسيه من الحفياء حفياء ماشي اللي يراهدو يا ترتنكو كبل لابن يا حفياء لقبل لابو وخير خارج المدينة ملكو تعالى إلى ثنية الوداع سجودين تفنقرت دي إلى لقاره وملك لو يدنا مدينة كبحسن مركا ترتنكو وحو كبل لابن يا حفياء يولك ماشي لقو كلا هرمريانا وثنية الوداع وفردها مضمركا وبينهما حفياء هي ثنية الوداع الدحدو وحاتي 6 أميال 6 ميلا ويهي وما فرسكي لم يضمر عن لبقلا لنا ومن الخيل فردها حقودا وحو كترتنسية وكسعود سية نبوغو من ثنية الوداع كأردسية من ثنية الوداع ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق غير بني زريق مسجد كودي انتي لغا قارو وبينهما ثنية الوداع هي مسجد بني زريق ندحضو دوحا ميلون هل ميل يا مركا وكقابان تاهي مادام فردهاني ايسان كتب برنا مين فردها كالي واللو قابيي ماشي كترتميين عبد الله بن عمر حديث كسوري وعيري وكنت وحانا هايبو يري في من مع من دول معي كاسو أجرى أردسيي فردها وكترتميي فوثب بي مركاسو فرس كيجي يلبو دي بيري فرسية مركاسو وحو ككرن قضي جدارا دربي ودربي مسجدك أيو ماركتي ككرن قضي ومركي وقاري ماشي يولكا هاد أو حولي كلها فمركا حولي وكوردهي يو فرسكو دربي قابان ومسجدكو لهي كلب بودي وتاسمدو تلمامي ومركي وبعد مجاوزة الغاية وي ماشي لو ترتمي لو كلا أردي مركو رافي كدب وي لأن الغاية هي هذا المسجد وهي مركا حديثكو وحوتو سينيا ما دام فعلك النبي قوي صلى الله عليه وسلم فردها إن سيدا صلو ترتنسي كرو وهدنا أي كسي توبرا كران arrimahaas si maaragtay hadhoweyto maqsuudkii ghaswiga iyo duulaamada iyo dagaalada loogu gaaro ilaa waa tababar uu sii tababaranayeen waa waxyaabaha anfici doona hadhow markii jihaadka la galo قال أبو عيسى إمام الترمذي وحيري وفي الباب باب كدحديسا أيها حديث يال حديث مروية مثل قورين عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس لما أنت توحي ورين حديث لمدة حديثك يا ابن عمر قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهذا كان حديث وي حديث كاسو صحيح حديث كاسو حسن كاسو غريب هدنا غريبة كاسو من حديث الثوري سفيان الثوري حديث كيسا كمدا وغرابة واسداس قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي النافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إلهي وحيري لا سبق وبعض كردقانتها لا سبق عوض قادش مجرته إلا في نسل عارض حديد معهني قمون كأي
أو أمس خف عقف ونفكي جيلة هاي يمرودي أن خفك عقفك حيوان كاسلها لولا جيدا لوضع سيسوهس جيلية أو حافر مقاب وفرسكي ضميركي بقشي مركا لنا حيوان كان ووحي خف له سيدا مرودي جيلة يوحي قاب له وحافر له sida maaragtay faraska dameerka iyo baqasha dhinaca kalena waa wixii caarad leh sida gamuunka kale hadhow ayay maaragtay wax ka galaan jihaadka marka la galo kuwaas marka lagu sii kala qaada karaa ciwadka قال أبو عيسى إمام الترمذي وحير هذا كان حديث كاس حسن قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن تنزل الحمر على الخيل هذا متكان باب ما الذي كباب كيس ويجايمد في كراهية أن تنزع إن لبوتسيه الحمر ضميرها على الخيل فردها لك هشدو دينك يمد فرده إن ما ركت ضميرها أنت الله أيوه مركز أي دلن قدومانو أي دلان وحفرس كليته يا لديدة يا مركا فرس كفرس الله هين يا ضمير الله هين مايو قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو جهضم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان وهو رسول الله إليه رسول صلى الله عليه وسلم عبدا أدون يو هايبو يردون كاسو مأمورا لفري بأوامره يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاي أدون إلهي فري سبحانه وتعالى أوامر تيسة وهي وأمان أدون نمود مرهدي النبي حقي سيطه صلى الله عليه وسلم وعير ابن عباس ما اختصنا رسولكم نقوم جاريين هدانا آل بيتك نبي النهي صلى الله عليه وسلم دون الناس يدتك كلكسوكي بشيء شيء نقوم جاريين إلا بثلاث صدح ماهني صدح دوداس مركيات في رسيد هل مدى خاص وآل بيتك لكن لبدا كله ومدى كله نوى لو ذاكته معنيه وحو نغانا يا مركا نبيكو سي غوني ايو نوغو سي ادكيي لبداس نغانيسا الا كو غار ماهني الا بثلاث صدح ماهني امرنا وحو نفري بو يري نبيكو صلى الله عليه وسلم ان نسبغ ان تام يلنو الوضوء ويسدا قف كستا يا لغا ربا ال بيتك كليا ماهن ولا ناكل ان نعنين وانا امريا صدقه ال بيتك او غار تايتاني ولا ننزي إن نبوتسين حمارا ضميرنا على فرس وان فرس كي ضمير لهين تاسنونا أمري بو يريه نبي صلى الله عليه وسلم يدنا خاصة هاني ومدك لا لو ذاكته مركو خاص كاهي وعدم أكل الصدقة كو كلن إنه كواتكي يا معنوه نغانا يا اختصاص كعبر ابن عباس قال أبو عيسى إمام الترمذي وحيري وفي الباب باب كالحديث هذا حديث كاسو مروي لقوري عن علي سيد علي قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهذا كان حديث وحديث كاسو حسن بسند صحيح بسند آخر قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وروى سفيان الثوري أي وري هذا حديث كان عن أبي جهضم حقيسة أيونا كورين يا إمامك اللي يرادو سفيان الثوري ورانا أبي جهضم كوحا وسوريي إسماعيل بن إبراهيم فقال مركز وحي سفيان الثوري أبي جهضم كمركي روى سفيان الثوري هذا حديث كان عن أبي جهضم وكوريي فقال وحي أبو جهضم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وحير إمام الترمذي وسمعت وحان مغليب يري محمدا إمام البخاري يقول حال ليه حديث الثوري سفيان الثوري حديث كيس غير محفوظ مثل حفظية غير كيوي محفوظ معه ووهم وحانا اسمه سيي فيه حديث كان عيسى الثوري سفيان الثوري أي حديث كخلدي بوليه والصحيح حديث كصحيح أي ما الذي حديث كي ويروى وريي إسماعيل بن علية يو عبد الوارث بن سعيد
عن أبي جهضم أي كوريين إسماعيل كرواية صومرنا عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رواية داس دنبه وإسماعيل بن عليا يا عبد الوارث بن سعيد أي ودليهين أي صحيحه ولياي إمام البخاري رحمه الله سيداس إمام الترمذي كسوغوري قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين هذا متكاني باب ما الذي كي باب كي سوي جاء يمد في الاستفتاح أي في الاستنصار سيدة رواية كلاباي تاي غرغر دلبكي كو يمد بصعاليك المسلمين مسلمين تضعف دودنا وفقر دودا لغو غرغر دلبه ومن باب التوصل يمداني ددك ضعفاء يا ماركتي إلهي سبحانه وتعالى كو أقبل يا كو وكله ورزقك وكو سينيا قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله صعاليك وجمع السعلوك سعلوكة وعلى وزن عصفور وغفك فقير كهالي هذا قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحير عبد الله أخبرنا وحنور عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا زيد بن أرضاة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال وحير أبو الدرداء سمعت النبي أيان مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال لي يا نبي ابغوني ضلبة ويقرادية في ضعفائكم كوين تبرت الدرن لحدوده فإنما ترزقون والذين رزقيا وتنصرون والذين قرقارا بضعفائكم بسبب ضعفائكم كوين تبرت الدرن سبب كذا يا الذين رزقيا الذين كونا قرقارا يا يقد حدوده يقصر رادية سيدا سوير النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح أبو داود كي النسائي قلنا والأولين يان إمام الترمذي قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل هذا متكان باب ما الذي كي باب كي سوي جاء كيمت في كراهية الأجراس ضوانضا لك هشدوده ku yimid dhexdeeda calal khayli fardaha korkoodana loo kaahdo in dawanadaas lagu xiro fardaha waxay ahaayeen gaadiidka dagaalka lagu galo gaadiidka ugu fiican markii dawanka inta lagu xiro dhowr faras ay jalow leeyihiin cadowgiya ka war helaya markii cadowgu ka war helana waa ka gaashaamanaya sida darteed yaa loo kaahday inma karihahu nabigu wuxuu u kaahday buu yiri leeyahay yadullu ala asxaabihi bisawtihi jaraskan dawankan qofka faraska wata ayuu u sii sheegaya cadowga وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة ومرك دجال كمرك اللي جليه يا علة الكراهة الله بنيسا حيوان كدجال كله جلي إن جرس كله جحره وكراهه إلا عدو يورجلين يا الربي إن سكديسة لاقبته قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله إليه رسولك صلى الله عليه وسلم قال وحيري لا تصحب لما صاحبته الملائكة ملائكته رفقة رفيقية رفقة فيها دحديدة كلب أيو يهي ولا جرس أما الضون مد رفقة حيوان كودي الضون وحرن يهي أما حيوان كلا سعود أي كميد يهي أي جاسنا أوصنا هين أيجي لا تبري وقارت يورديها المعركة حيوان كإلى لنتي يحيابهاس أيجي لا تبري أي أنا هين قفك قلاد الله سعوده أما جرس كاسي وجوحنا يهي حيوان كيوتان ملائكة الرحمة ويه لما صاحبته قال أبو عيسى إمام الترمذي وحير وفي الباب باب حديث الحديث مروية مثل قورين عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلامة وهذا كان حديث وحديث كاس حسن صحيح قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب من هذا كان باب من
nusqooyinka qaar waxay dhigayaan baabu maa jaa waxaa ka wanaagsan nusqada dhigaysa baabu man yustacmalu cala alxarbi horena tarjamo noocaan oo kale ahaan u soo marnay هذا متكاني باب من الذي كي باب كي سوي باب من قف باب كي ويده قف كاسو يستعمل مدح لوغا دغيو على الحرب دغال كا مدح لوغا دغيا اما يستعمل لا شغاليسينيو على الحرب دغال كا لو شغاليسينيو اي من يجعل عاملا شقيه واميرا من مدح كا على الحرب قفكم مستعمل كا وحا ليرادا قفك امامك qofka uu shaqada madaxda uga dhigo yaa la yiraahdaa oo dagaal uu madax uga dhigay iyo wax la mid ah marka baabu man qof baabkii way ka soo yustacmalu madax looga dhigayo ala alxarbi dagaalka qala imam abu isa tirmidhi rahimahullah hadathana abdullah ibn abi ziyad hadathana al-ahwas ibn al-jawwab abu al-jawwab kunyadiisana waa la yiraahdaa abu al-jawwab asaguna waa ibn al-jawwab an yunus ibn abi ishaq ayuka warinaya عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحو بحيي وأوضر جيشين لبعيدا وأمر وحو مدحو قدقي على أحدهما لبضع عيدا مدكوت كوركيسة علي بن أبي طالب سيد علي وعلى الآخر كان كلنا كوركيسة وحو مدحو قدقي خالد بن الوليد وقال وحو نير نبي صلى الله عليه وسلم إذا كان القتال فعلي إذا كان القتال إذا وجد القتال دقال هدي له ولا دقال دعوه فعلي فالأمير علي وحمد حيدنا سيد علي لبدي عيدا مدي يسكن ملكه القليان سيد علي يا أميره قال وحير برا فافتتح وحو فرتي علي سيد علي انت دقال كيهو قاميي حصنا دفيس فأخذ مركز وحو كقاتي سيد علي منه نفيس فرتي حقيس جارية أضون فكتب مركز قري معي أنيق معي جيجا خالد بن الوليد إلى النبي قري قرال صلى الله عليه وسلم يشي حاله قدر أيوه نبي صلى الله عليه وسلم به سيد علي لبا صحابيو اسكو ميلكا هولغلاي marka xumaan oo xun yahay maahane waa xukunka raadintiisa iyo labada qof mar hadii ay isku waqti yihiin isku shaqana yihiin inay isqaban karaan marka Khalid bin Walid qoraar u qoray nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo maaragtay yashi bimacna yanimu way waan sidaas uu qoray qoraala برا وحوليه فقدمت وحانو لصو قالي قرالكي على النبي صلى الله عليه وسلم برا لو سودي بقرالك القرال كنا وحو قرنيه او شيغيه انه ماشي او فرتي غنيمتي او جاريده اسقاطي سيد علي فقرأ مركز واخري نبي الكتاب قرالكي يعني ولو اخري نبي صلى الله عليه وسلم ولو قد الاخري فتغير وحضر سمي لونه نبي مدبكيسي أبو عروضي صلى الله عليه وسلم ثم قال مركز كدب وعيري ما محيبا ترى لا ضحي في رجل ندهد كاسو يحب الله إلهي جعلي ورسوله ورسول كيسا ويحبه سجن وجعلي يا الله إلهي ورسوله ورسول كيسا وسيد علي ونكي الدعوين قال مركز برا وحيري ونكي أديك سيدي قلت وحان يري أعوذ بالله إلهي وحان كما قنقلي من غضب الله إلهي عرديسة وغضب رسوله هي رسول كيس عرديسة وإنما أنا أنوغنا رسول مثل صادري أنا ورقد ننكي صغري ما هي فسكت مركز نبوة مصي صلى الله عليه وسلم وهي رواية كلنا وحان يري يا رسول الله هذا مكان العائد كان هو مكان كي قفك إلهي مكان قلي وعرض إلهي يعرض رسولك كم مكان قلي بعثتني مع رجل نين معي ساد درت رسولك إلهي وأمرتني أن أضيعه وحنا يا أمرتني أن أضيعه نينك أميرك إياه ففعلت ما أرسلت به وحي لا صادري نينك ما أحد إياه هيا يسودي بورقده سداسان كعذر دارتي بير رواية كلا سداسهات قال أبو عيسى إمام الترمذي وعير وفي الباب باب كدحيس واحد حديث كاسو مروي لقوري عن ابن عمر
قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهذا كان حديث وهي حديث كاسو حسن كاسو غريب هدنا غريبة لا نعرفه غرابتي بفسريا لا نعرفه مقرنا ينبو يري حديثك إلا من حديث الأحوص حديث كيسين والحقي سماهاني ابن الجوابة أحوص وعجر إمام الترمذي معنى قوله براء بن عازب قول كيس معنيه يشي به أو يري يعني وحول جدا النميمة كدردوي يعني هو دعوي سيد علي نبي كدعوي صلى الله عليه وسلم وكو دعوين يانا وجارية وقاتوين xumaan oo maaragtay oo xumaan oo saxaabiga xaqiisa ka iimaanaysa ma ahan قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الإمام هذا مد كان باب ما الذي كباب كي سوي جاء يمد في الإمام إمام كان كو يمد أو إمامكو إن حق القولية هي تلمان تيدا يوحيابها لمدكا يا نركي دونا قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي إلهي وعيره ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ألا هوي كلكم لمانت متكستو إذن كمدي راع قوسار وحبوب لجراه وكلكم متكستو إذن كين كمدي هنا مسؤول مثل ويدين يوي عن رعيته وحي لغا إلى لندلبي أيال ويدين يا حقوق دا إليهين فالأمير نغفك مدحضا الذي أميرك على الناس دتك كركو إذا مدحضا كأها راع ومد غوسارة دتك سولجرة ومسؤول وحان لويدين يا عن رعيته وحي لجري والرجل ننك راع أسنوى قوسار وقوسار كيه على أهل بيته أهل بيت كيسة وهو يساقنا مسؤول مثل ويدين يوي عنهم عن حقوقهم والمرأة هوين يد راعية يدنا وحي قوسار كتاي قوسارت كتاي على بيت بعلها زوج كذا قريسة يدنا إلى لسا كتاي وهي يدنا مسؤولة مثل ويدين يوي عنه قريق حقيسة xifdigiisii iyo wixii xuquuqahu uu leeyahay iyo khidmaha adeega iyo waxyaabahaas oo dhan yaa la weydiinayaa walcabdu adoonku raacin asna waa qowsaaro wuxuu la jiraa calaa maali sayidihi sayidkiisii maalkiisii wa huwa adoonkuna mas-uulun mid la weydiinayo weeye canhu maalkii xaggiisa alaa hooy fa kullukum mid kasta oo idinka midihi raacin mid wax la jira weeye وكلكم متكستو إذن كمدي هنا مسؤول من لويدين يوي عن رعيته وحي أولا جري وحديث لفظك لغو بالله يا لغو دميي ومن باب التنبيه ويبرارجين ديرادها كجرتا قال أبو عيسى إمام الترمذي وحير وفي الباب باب كدحديث آية هاتي حديث يا الحديث سومروية من لغورين إياه عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحديث أبي موسى أنا وحديث كوباب كحسي وليا وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى وحديث أبي موسى غير محفوظ وي مثل حفظي غيرك وحديث أنسنا غير محفوظ وي لبدأ حديث شقوع المامين اسم محفوظين وحديث ابن عمر وحديث كمتن وقصة حصيه حديث ابن عمر عبد الله بن عمر حديث كيسو حديث ويكاسو حسن صحيح قال وحير إمام الترمذي حكاه وحاوريه حديث كاس إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة وكوري عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى سقم موصولة عن النبي نبي حقي سكوري صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري إمام الترمذي وحير أخبرني بذلك كاس وحي خبري محمد عن إبراهيم بن بشار قال وحيري يعني إمام الترمذي وروي قال محمد هل كسميدين وراه يا قال محمد مير هذا بس قال كل هذا استان قدال حقو كوغليا
ورواه غير واحد قال ورواه غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا سو سدا معها قالوا قلنا يا وياهي مركا إمام الترمذي يانو علينا قال وعيري ورواه وحوري حديث كغير واحد من غيرك عن سفيان وكوري عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حالويا وأبو موسى الأشعري كما غنيه نسخوين كغار وحيدقان عن سفيان عن بريد ابن أبي بردة عن النبي ومركز أبو بردة لفتي سو مغنيه مركز أبو موسى الأشعري يا أبو بردة يا مركز ماشا كما غن مرسلا توسط هذا وحوليه شارحاني سداسو شرح ياهو لم يذكروا أبا بردة وأبا موسى الأشعري أو مركز لا يسوق أبتر يا بريد كي أبو بردة ولا يرهدوا عن سفيان عن بريد عن أبي بردة ومركي بردة أبو بردة لحسيه شارحه سواه سده شرحيه رواه غير واحد عن سفيان عن بريد ابن أبي بردة عن النبي مركز وحا إسلام مغان أبو موسى الأشعري يا أبو بردة لبدو داسا إسلام مغان مركز حديثك هو مرسل أبو موسى الأشعري يا مغان وهذا سند كان دنبو مرسل كاهنا الصحيح وصحيح كصحيح نما بدن وكفيو ببدن سند كي هوري وأبو موسى الأشعري لحصي قال محمد إمام البخاري وحيري إمام الترمذي يا سيدة صحيح كيانا وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعير النبي إلهي إن الله إلهي سائل مدوي دين يوي كل راع قوسار كاستا عما شيء حقي شيء قاسو استرعاه أو كإلال ضلبي قال وحيري إمام الترمذي سمعت وحان مغلي محمدا إمام البخاري يقول حال ليه هذا حديث كان وعن قتادة عن أنس عن النبي غير محفوظ ومن محفوظ غيرك وإنما الصحيح حديث كان صحيح ومحفوظ كاهي عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة انتصر صعدا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأنس أو كما غنيهي سندك وحديثكم مرسل يهي قتادنا شيخ يسوع أنس هين أو حسن البصري تاسع ماركتي يا صحيحه ليهي إمام البخاري رحمه الله ودين على سندك قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في طاعة الإمام إمامك غفك حق لقولي هي يوهرو صوت المامي ترجدمي باب ما جاء في الإمام حدنا حق إمامك لفتي سوليه هي وهلكان كنت المامية قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في طاعة الإمام هذا متكان باب الذي كباب كيس ويجايم في طاعة الإمام إمامك عدي سنكو يمد إن يتذكر رعية شعبك يضيعان إمامك هذا قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحسين الأحمسية قالت وحيتري أم حسين سمعت وحان مغلي رسول الله إلهي رسول كيس صلى الله عليه وسلم يخطب حاله خطبين في حجة الوداع سندك حجة الوداع سوقت انت حج كيدي الحديث والحال عليه نبي قدوشي سنة برد قؤو يهي قؤاسو قد التفع أو اسكو دوبي نبي صلى الله عليه وسلم به قؤ من تحت إبده كلكشي سهوست إذا يوم ماركتي اسكاقا مري قالت وحي تري أم الحسين والحال أنا أنوغنا أنظر أنفيرنا يا نبي صلى الله عليه وسلم أيان مغلي إلى عضلة عدوديس مرقيدة أنا فيرنا إياه ترتج حال إسبرانبريسو ويدقدقاقيسو سمعته نبي أيان مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال إليه نبي يا أيها هو يا الناس دتكو اتقوا الله إلهي كبغى وإن أمر مدح هدي ليدين كغدغو إن أمر هدي مدح لغدغو عليكم دشينا مدح ليدين كغدغي عبد نضون
أدونكاسو حبشي حبش لو نسبي أدونكاسو مجدع لضرف قويي أو ضرفت لغا شري سنك إيو دكت إيو وحاسو يكقو أيهين مجدع فاسمعوا مغلله أدونكاس وأضيعوا أضيعا ما أقام إنتو أوغيو لكم إدين أوغيو كتاب الله حكم كتاب الله إلهي كتاب كيسي حكم كيسي ورسولك حكم كيسي نقول من إياه صلى الله عليه وسلم الدون مجدع بها هذا والله ضرف جريه وإن الدقيستان أو المغشان أو ضعدان مرهدو إمام إدين يهو مدح ليدين كقدقي مدح مركقف كله قدقو ومضى وإن ما ركتي لا أضيعو سيداسا شرعية وحاسي شرطية إنو سنوح خلدان إلهي رالك أهين داد كفرين تسعدنا لقوة داعي مايو قال أبو عيسى إمام الترمذي وحير رحمه الله وفي الباب باب كدحديثة أيا هاتي حديثيان أن هذا حديثان بقى لبدأس حديثه مرويان لبلغك لوريا ويهي عن أبي هريرة وعرباض بن الصارية لبدأ صحابي حقه ده يا لقى وريي وحديث وهذا كان حديث وحديث كان حسن كان صحيح وقد روي ولا وريي بير حديث كان من غير وجه طريق غير كبا وحلوغ وريي عن أم حسين قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا مد كان باب ملديك ويجايم لا طاعة أدعي لمخلوق مثل أبوري ومسوقنا في معصية الخالق الذي خلقك أبوري عصيان كيسنا لغو أدعيه لما قال إن عدك للغو أدعيه معصي الله سبحانه وتعالى قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وحجر عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحجره السمع مغلده وأقواشود اللي أجيبه أولو الأمر قدتك إيا وضاعة أدعيد أوامرتود إيا أفعاشود الله أضيعه يا على المرء قفك كركيسا قفك المسلم يا مسلم كاي وحق واجبي فيما الذي كي نحدي سحاله ياهي شيء قوكو أضيع ياهي أحب أو جعلاده يا وكره متكو كهذا انتبه يعني أولي جددي سوح وافقصن يا وحا خلاف صنبا وكو أضيع يا قفك أميركا ما لم يؤمر قفك مسلم كهدان لأمرين وإمامك حقي سويسان وقا إيمان أمريد بمعصية معصية الأمر عصيان إلهي فإن أمر هدي الله فرو مركا معصي فلا سمع مغل عليه مسلم ككركي سماها ولا ضاعة ضاعنا تجب مد واجب سماها بل هو حرام محايا لي مخلوق إلهي عصيان كيسا لغو أضيعي مايو مركا ترجمة الترجمة هوري يلا سعوتاه إمامك هلا ضيع مرك اللي يري هدي وصل إمامك ضد كفريني وهي معصي هذا معصي فر لكن لا ضيع ماي قال أبو عيسى إمام الترمذي وحجر وفي الباب باب كدحديث هذين حديثان عن هذا أحاديث بقى أحاديث مروية من لقوريها عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمر الغفاري قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهذا كان حديث وي حديث كاسو حسن بسند صحيح بسند آخر والله سبحانه وتعالى أعلم.